السلام عليكم. أفضل لاعب في إفريقيا 2025 منافسة شرسة بين محمد صلاح، أشرف حكيمي، عمر مرموش، يوسف النصيري، فيكتور أوسيمين. مين أفضل واحد في أفريقيا من وجهة نظرك؟ إيه القصة والحوار؟ في البداية أهلا بكم في قناة تحليلاتكم. ادعمونا بالاشتراك في القناة، فعلوا إشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد، ويلا نتعرف على تصنيف الكاف طبعا لأفضل لاعب في أفريقيا لموسم 2025. منافسة شرسة، أبرز 5 أسماء طبعا مرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا طبعا 2025. بالمنافسة طبعا أغلب الأنظار في الكرة الذهبية بالنسبة للقارة السمراء قارة أفريقيا بتكون طبعا لاعب بيلعب في الدوريات الأوروبية أو أقوى التوب 5 مثلا، أقوى 5 دوريات في أوروبا. لكن المرة الوحيدة اللي نافس فيها طبعا وخد أفضل لاعب في أفريقيا وكان ما بيلعبش في الدوريات الأوروبية هو طبعا النجم المصري محمد أبو تريكة سنة 2008 مع النادي الأهلي. كان بيلعب في النادي الأهلي وفاز بأفضل لاعب في أفريقيا. المهم، المنافسة السنة دي 2025 محتدمة ومشتعلة، وبصراحة ما تعرفش مين فيهم أفضل لاعب فعلا، لأن عندك مثلا واحد زي محمد صلاح لحد الآن متصنف هو في المرتبة الأولى كأفضل لاعب في إفريقيا طبعا، لأنه واخد تقييم 9.8. يجي في المرتبة الثانية طبعا أشرف حكيمي 9.4، وأقول لكم دلوقتي التفاصيل كاملة. المهم، محمد صلاح مع فريق ليفربول السنة دي يعني ساهم بشكل ملحوظ في تتويج ليفربول طبعا، قدم موسم من أفضل مواسمه بل الأفضل لمحمد صلاح مع ليفربول طبعا. سجل في الموسم في الدوري الإنجليزي السنة دي 29 هدف وصنع 18 هدف. أما بالنسبة لجميع البطولات سواء دوري الأبطال فهو سجل الموسم شارك فيه 51 مباراة، سجل فيها 33 هدف وصنع 23 هدف. يعني حطم الأرقام القياسية بتاعته اللي هو كان محطمها، يعني هو بينافس نفسه. ففي المرتبة الأولى محمد صلاح. المرتبة الثانية طبعا أشرف حكيمي. أشرف حكيمي رغم أنه هو مدافع يعني باك ليفت يا جماعة، إلا إن عامل سجل تهديفي حلو مع باريس سان جيرمان. ساهم في حصوله طبعا على لقب الدوري الفرنسي، ساهم على حصوله طبعا على لقب كاس فرنسا، أيضا ساهم في حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا، ودلوقتي وصل للنهائي كأس العالم للأندية ومرشح أن هو يفوز في ببطولة كأس العالم للأندية. بل في المباراة الأخيرة بتاعت ريال مدريد وباريس سان جيرمان شفنا ازاي روعة الهدف الثالث، ازاي صنع الهدف الثالث طبعا في مرمى ريال مدريد بطريقة خرافية. يعني مستويات. اصلا سجل في الدوري الفرنسي السنه دي 2025 سجل 6 اهداف وصنع لزمايله 8 اهداف، يعني مساهمه تهديفيه ممتازه جدا لمدافع مش مهاجم. فده في المرتبه الثانيه. ايضا عندك طبعا فيكتور اوسيمين من نيجيريا. طبعا اتكلمنا عن محمد صلاح المرتبه الاولى من مصر، اشرف حكيمي المرتبه الثانيه من المغرب، فيكتور اوسيمين في المرتبه الثالثه طبعا من نيجيريا، كان مع نادي نابولي ودلوقتي طبعا راح فنربخشة التركي. عندك في المرتبة الرابعة طبعا النجم المصري برضو اللي هو عمر مرموش مع نادي فرانكفورت الألماني في النصف الأول من الموسم الأول، يعني من موسم 2025. بعد كده راح لمانشستر سيتي الإنجليزي في الدور الثاني، قدم برضو مستويات طيبة مع مانشستر سيتي. الموسم الدور الأول مع فرانكفورت الألماني كان مكسر الدنيا في الدوري الألماني، فهو في المرتبة الرابعة. بعد كده يوسف النصيري من المغرب برضو مؤدي أداء جيد في الموسم الماضي طبعا 2025. فدول أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا السنة دي. زي ما قلت لكم أنا من وجهة نظري الشخصية بغض النظر نركن شوية مثلا التألق اللي عمله أشرف حكيمي، ولكن محمد صلاح عامل موسم فوق الاستثنائي. محمد صلاح فوق الاستثناء. الخازوق الوحيد اللي خده ان هو نادي ليفربول طلع من بطولة دوري ابطال اوروبا. لو كان وصل كان خلاص انت مغمض، محمد صلاح ينافس على افضل لاعب في العالم مش افضل لاعب في افريقيا. لكن دلوقتي طبعا الجائزة تدريجيا رايحة لمين في افضل لاعب في العالم؟ رايحة لعثمان ديمبلي مستريح. عثمان ديمبلي شفنا التألق في كأس العالم، في دوري الأبطال، في الدوري الفرنسي. باريس سان جيرمان يا جماعة مرشح ان هو ياخد السباعية، يعني خد الدوري الفرنسي، خد كأس فرنسا، خد كأس السوبر، خد طبعا دوري الأبطال 4، هينافس دلوقتي على كأس العالم للأندية 5. بعد كده طبعا هيلعب الدوري الأوروبي السوبر الأوروبي مع توتنهام، مرشح برضه انه يفوز على توتنهام، فبالتالي سداسية. بعد كده طبعا انتر كونتيننتال هيقابل مين؟ هيقابل الأهلي السعودي، بيراميدز مش عارف مين، فبرضه مرشح جدا ان هو يفوز ببطولة انتر كونتيننتال، فبالتالي هيعمل سباعية
تاريخية، فبالتالي نسب عثمان ديمبلي بقت في السماء ان هو ياخد بطولة، ياخد افضل لاعب طبعا في العالم 2025 الحذاء الذهبي. ده يا جماعة باختصار انتم من وجهة نظركم مين يستحق افضل لاعب في العالم ومين يستحق افضل لاعب في افريقيا 2025. في النهاية ما تنسوش الاشتراك في القناة، فعلوا اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناة تحليلاتكم، سلام عليكم.